لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1059 لواني كان تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومبس رزامندي رب العالمين وهوادان بإوي آزيش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والله خوشوستان لدوای ئەوەی کە خوای گەورە سوبحانە وتعالە باسی لە ئەعراب و دەشتەچیەکان کرد ئەوانەی کەوا منافقن پاشان ئیماندارەکانیان پاشان باسی لە حاڵی ئیمانداران کرد ئەوانەی کەوا پێشینە چاکان لە مهاجرین و ئەنسار و ئەوانەی شوێن کەوتەی ئەوانن. اینجا خوای گەورە سوبحانە وتعالە باس لە منافقەکان دەکا ئەوانەی کەوا لە مەدینەنە یاخود ئەوان لە دەوروبەری مەدینەنە. خوای گەورە سوبحانە وتعالە چەند ئاەتێک باسییان دەکا ئیتر ئەوانەی کەوا اعتراف بە تاوانی خۆیان دەکەن ئەوانەی مصرن لەسەر تاوانی خۆیان لە چەند ئاەتێکدا خوای گەورە وەسفیان دەکا. وممن حولكم من الأعراب منافقون أي ومن سكان البوادي الذين حول مدينتكم أيها المسلمون منافقون. كواتا كسانك كوا لدوربري مدينة أواني كوا لدشتايكاني دوري مدينة أي مسلمان كسانك لو أعراب دشتشيانا منافقا. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق وأهلنا أهل مدينة كسانك هنا عيني وكؤان مردوا على النفاق أي عتوا فيه ومرنوا عليه واتكسانك لوانا تواو تجاوزيان كردي لنفاق وكبلي لراهاتين لسري. وأصل مرض يدل على تجريد الشيء من قشره أو ما يعلوه من شعره. كانت الأصل لغتش لويا وهاتي كاتي كواشتيك لقال كي دردتي وياخذ شتيك كوا يعلوه من شعره أو بابلين تو أو توكو موي كوا بسر داداي بوشتيا. والحاصل معناءات كوايلي من أهل المدينة النبوية كواتأواني لدشتشيكانو وهروها كسانيشيش كوالا أهل مديني بيغمبر صلى الله عليه وسلم منافقون منافقنا وانا تمرنوا على النفاق كوبلي تدريبي عن كدير سر النفاق لراهاتنا حتى أصبح سجية لهم من غير تكلف. حتى وايلي هاتا وندى نفاقيان كردي وايلي هاتا بتطبيعة تقليان ببوي التكلف بكان بيان اعتيادية ومهروا في إتقانه زور زيركن زور وردكارن لا بابلين بيادة كردني نفاق كيان فلا يشعر به الآخرون بشويق نفاق دكن كوا خلشي هستيان بيناكا واستمروا عليه ولم يتوبوا بردواميشن ببيوي توبة بكن. لا تفسير منار دلي العبرة في هذا السياق أن هؤلاء المنافقين فريقان كواتا أو كوالو سياق وردجيري كوا منافق كان دو طائفة ودو فرقا. فريق عرفوا بأقوال قالوها وأعمال عملوها كواتا تاقميك لوانا ناسراون لنفاق كان بوقساني كوا ديكن وبو كردواني كوا أنزاميان دا. وفريق مردوا على النفاق وحذقوه حتى صار أملس ناعما لا يكاد يشعر أحد بشيء يستنكره منه فيظهر عليه. كواتا بلام فريقك لوانا تاقميك لوانا
لە نیفاقەکەیان ناسراون بەو قسانە بۆ کردوان دەکەن، بەڵام فەریقەکی دیکە تاقمەکی دیکە ئەوانە نا زۆر زیرەکن لە نیفاقەکەیان، زۆر زیرەکن، وەکو بڵێ هەستیان پێ ناکرێ، هەستیان پێ ناکرێ، شتێکیان لێ بەدیار ناکەوە هەست بکەوانە منافقن، واتە زیرەکن، تدریبیان لەسەر کردیە، ئەوانە لەگەڵی لێ ڕاهاتینە. وكل من الفريقين يوجد في كل عصر. طبعا هەرێک لەو دوو تاقمەش لە هەموو سەردەمێکدا هەیە. کۆمەڵێک نفاقیان ظاهرە بۆ قسە و کردوان کە دەیکەن، کۆمەڵش کەش نفاقیان خەفیە لەبەرەوەی زۆر بە زیرەکی دەیکەن، وەکو بڵێ تدریبیان لەسەر کردیە، کەس هەستیان پێ ناکە. دەڵێ هەردووچی لە هەموو عەسرێک موجودن. لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي لا تعلم يا رسول الله نفاق هؤلاء المرض من المنافقين ولكن نحن نعلمهم. كواتا زيادة وكل تفسير مناري قوتي أواني كوا مرضوا على النفاق، أواني كوا اللي راهت النفاق زور بشارة ويديكن، زور بزيرة ديكن، أتنا الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلكو تنهى الله ديا الناسي. وكل تفسير آل سيدلي استدل بالآية على أنه لا ينبغي الإقدام على دعوة معرفة الأمور الخفية من أعمال القلب ونحوها. كواتلبرو إخوائي يقول ببيغمبر ده فرنسا صلى الله عليه وسلم لا تعلم نحن نعلمهم، أتنا ناس إيما دي ناسين كواتوا وكبال قوار دجيري ناكري أتو ادعا اشتاق بك هيز بشري لبوني ادعا اشتاق بك لسر أوشت الشاراواني كوالنا وضلي مقابلة كتا أوهموي تايبة بخوائي قورة سبحانه وتعالى. لمجموع فتاوى ابن تيمية رحمة الله عليه لما كشف الله المنافقين بسورة براءة كاتك ولا سورة التوبة الفاضحة كوات فضح هتكيس تارك لسا منافق كان لبري أخوة يقول باس ينكر إيوان هيوا كوات بشويك باس ينكر كبيشتري ندى ناسران لخلال سورة التوبة أخوة يقول كباس ينكر ناسران كما قال تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم أنقولنا الناس الله تعالى ده الناس فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم كخواي سبحانه وتعالى كده الناس وصف هذا كبسن صفتك كالخلال أو صفتانا خواي جورا بخلشان دناسيني وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم برا خالشي لبيش دابزين آتان نيتزاني أو صفاتانا بيوست بنفاقوا وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلم فلم يكن نفاق معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم لما نزل القرآن. كوات اللواني هنديك قماني شيان ليان هبو بيش دابزينيش بلام لدواي دابزيني وآتانا خواهي قول فصح يعني كر إيتر بصفات كان خواهي قول هم يعني بمسلمان ناسان. هل آل سيد الله فيه دليل على الرد على من يزعم الكشف والاطلاع على المغيبات بمجرد صفاء القلب وتجرد النفس عن الشواغل. كواتا أوج ديسان بلقيا وآتا لسروي كوا كسانك هيك قوايا ضليان زور صافا لو هندك كشف واطلاع يعني هي لسر شتي الشاراوة بلان خواهي قول سبحانه وتعالى تفرمينا لا تعلمهم نحن نعلمهم أو شتشارانا تنها الله ديزاني كما بيغمبر وهذا فرمي صلى الله عليه وسلم تزايوي بغير بيغمبر صلى الله عليه وسلم سنعذبهم مرتين يتر أو منافقان أخوة يقول فرمي دو زاران عذابيان دين أي سنعذب هؤلاء الذين مرضوا على النفاق أوانيك ومرضوا على النفاق زور روتسوين لنا نفاق كيان زور بزيرة چي دي كان أوانا دو زاران سزايان دين في الدنيا وفي القبر هم لدنيا هم لنا قبرش لو إذا فرم لدنيا ولنا قبر سكا لباشتري إشارة بعذاب آخرة دكا كواتا أوش يقلا بلغ كان لصر عذاب قبر دو زاران سزان دين هم لدنيا هم لنا وقبر. وكل فتح البارج دلي استدل بقوله تعالى سنعذب مرتين على إثبات عذاب القبر كواتا فعلا أوش يقلا وآتانيك خواي سبحانه وتعالى إشارة بذكا بعذاب قبر حيث كان العذاب الأول عذاب في الدنيا والثاني عذابا في القبر. لبروي وقتمان عذاب دنيا وعذاب قبر دواء أو دباس لعذاب آخرة تجدكا. لمنهاج السنة النبوية ابن تيمية إنه لم يكن من المهاجرين من نافق مهاجر كان منافقا تيدا نبو وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار منافق لناو قبيلة وتيركان أنصار بو لما ظهر الإسلام بالمدينة كاتك وإسلامتي لمدينة
بيدابو وخاون دولة ودخل فيه من قبائل الأوس والخزرج. أوس وخزرج بكامل سنناو إسلام. ولما صار للمسلمين دار يمتنعون بها ويقاتلون إتكاتكوا مدينة بوا دولة إسلام كواتيدا مسلمانان فعلا خاون كيانو دولة بون دا توان دفاع على خوف كانوا قتال جلق الغير خوام كان يتدخل في الإسلام من أهل المدينة ومن حولهم من العرب من دخل لنا أهل مدينة وأروها دور بركي وأعراب كان كسانك هاتنا ناو إسلام خوفا والتقية وكانوا منافقين. لا ترسي أو دا صلاتك وإسلام هيتي لا ترسان وكنت تقييك هاتن إعلانتي مسلمات خوانك لا أصل وش كانوا منافقين. كواتا لبنوي مسلمانان إسلام بعض مسلمانان بقيادة بيانصوص من لما كذا هيز دولته قوته شوان نبوك وخلق ليان بترسي ليه منافقين تيدان بأوي كذا هذا إيمان دينا بفعلي إيمان داربو برام لمدينة كبو خاون دولته هيبته وهروها توانا ودا صلاتي هبو ليه كسانك أو زاب نفاق هاتن لترسان ياخذ هلا أصله بكيدو ببغضه هاتن إعلان مسلمان تيانكر لأصله وش منافق بون. أبي السعود ضل سنعذبهم ضل هو وعيد لهم براستي وهر الشيء بوان وتحقيق لعذابهم وش لو التحقيق بوني وعذابي أوان بالتأكيد حسب ما علم الله فيه من موجباته لو الإخوة يقول دزاني أوان الشاني أوان كواسزا بدرين والسين للتأكيد سنعذبهم سينكز لبو التأكيد. ابن عاشور ضل وأيضا قوله سنعذب مرتين استئناف بيان للجواب عن سؤال يثير قول نحن نعلمهم ضل سنعذب مرتين جملة شينوية وكو جواب لبو السؤال كوا لويو بيداد بكاتك أخوة يقول فهمني نحن نعلم وهو يعني يسأل سائل لو أنا كسك برسيار بك عن أثر كون الله تعالى يعلمهم كاتك باشا أخوة الناس يعني تي فأعلم أنه سيعذبهم على نفاقهم ترخوا يقولوا والله دات تفرمي الله تعالى كذا الناس عذابي عند دا لسر أو كواد زاني وأنا منافقا لسر أو نفاقيا كخوا يقول زاني لنا وضل شهادتي أنا ولا يفلتهم منه عدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهم كوات أجر سي بيغمبرجنا الناس صلى الله عليه وسلم إيمان دارنا الناس بلام لبروي الله تعالى بأقادارة بوي كلنا وضل كان شان هي لنتيجة ويك خوا يقول أقادارة فعلا سنعذبهم مرتين خوا يقول دفنمي سزاد درين أوانا دو زاران كوات خوا يقول علمي بي أوانا لسر نفاق بردوام دبنو لسر شي دمرن لوي مستحقي أوان كوا سزا بدرين هم لدنيا هم لنا قبرو باشانيش ثم يردون إلى عذاب عظيم أي ثم يرد هؤلاء المنافقون بعد تعذيبهم مرتين إلى عذاب عظيم في نار جهنم كوات لدواي أو كوا نعذب مرتين هم لدنيا هم لنا قبر أو زاد دقارين درينوا أو منافقانا لبو عذابي چي قورا كأويش عذابي جهنم خوابنا من دا كوات وقتمان كاتك خواي سنعذب مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم لآخر آت كإشارة بعذاب قيامتك أو بلقية أو مرتين غير قيامته يشان لدنيا يشان لنا قبره أو زال دواي أوش برو آقري جهنم دبردرين خوابنا من دا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.